يا مساء الفل. معانا سهم الوادي هنبدأ بيه. سهم مهم جدا. لو جينا بصينا كده هتلاقي ان كان عندك هنا منطقة سعرية، نزل وصعد ونزل. شايف المنطقة دي اتكسرت اهي، بعد كده عمل حاجة اسمها ريتريسمنت او تصحيح، عمل ريتريسمنت وطلع تاني اهو. طيب يعني المنطقة دي بعد ما اتكسرت رجع صح، السعر صحح من عليها وطلع. ده عندي صعود مؤكد. طيب الموفينج افريج او المتوسطات بتاعتي كانت هبوط، السعر كان تحتها، بعد كده السعر بقى فوقيها اتجاه صعود. طيب ايه تاني عندنا؟ لو جينا بصينا تحت هتلاقي فيه شمعة فوليوم شرائية على الاسبوعي قوية، عدت الرينج الطبيعي الازرق اللي عندنا. كل دي تأكيدات لصعود. تعال بقى نفتح الفريم الديلي او اليومي. بص كده هتلاقي عندك الفريم الديلي تحليله عامل ازاي. دي من الصفقات المميزة جدا على فكرة يا جماعة، من الصفقات المميزة. بص كده عندك هتلاقي عندك هبوط، بعد كده صعود اعلى منه، هبوط صعود اعلى منه، هبوط صعود اعلى منه، هبوط. يبقى انت عندك جاي صعود. طيب الصعود ده حصل على طول؟ لا، الصعود ده عمل لي نموذج انا بعتبره نموذج مثالي. كان عندي هبوط اهو، خلينا نمثله عشان يبقى واضح. كان عندي، خلينا بلون تاني، كان عندي هبوط اهو، وبعد كده طلع، وبعد كده نزل. انا بشرح لكم يا جماعه عشان تتعلموا احنا بنحلل ازاي. بعد كده طلع، بعد كده رجع صحح من على الخط ده. شفنا الفكرة دي فين قبل كده؟ شفناها على الأسبوعي هنا. شايف دبل بوتوم، قاعين قد بعض، بعد كده كسر القمة ورجع صحح من عليها. نخش على الفيلم الأصغر اللي هي المنطقة اللي هنا دي أهي، دبل بوتوم، بعد كده أو قاعين متساويين، بعد كده كسر القمة ورجع صحح من عليها. فأنا تعالوا نخش على فيلم أصغر شوية عشان توضح معانا أهي. فأنا عندي فيه احتمالية صعود عالية جدا هتيجي، في احتمالية صعود عالية جدا هتيجي. طيب هنشيل الكلام ده خالص. انا دخلت على الفريم الساعة، بص الدنيا مشخبطة ازاي، ولكن انا دخلت على الساعة عشان بس اوضح لك الرؤية مش اكتر. بص هبوط، منطقة عرضية اللي هي الدبل بوتوم اتكسرت، رجع صحح من عليها. فانا اتوقع ان في صعود جاي الفترة الجاية اساسي يوصل لسعر 80. دي وجهة نظري التحليلية. سهم جيد جدا للشراء كمدى قريب وبعيد. انا انصح بيه انا شخصيا، اشتري حاجة زي كده. ده بالنسبة لي نموذج مثالي. طيب نشوف اللي بعده. ريمكو انا اعتقد ان احنا حللناه قبل كده، بس عايز اتكلم عليه تاني. انت عندك نفس الفكرة، هو دبل بوتوم اتكسر ورجع صحح من عليها. بس انا عندي يعني انا شخصيا اشتري امتى؟ بعد ما يكسر القمه دي او سعر 4، يعني 83 4 في الحدود دي، يكسر دي القمه دي الاول. اعتقد ان احنا اتكلمنا عليه فمش عايز اطول عليه، لكن هي فرصه شراء جيده. فخلينا نشوف اللي بعده. ده بقى الحاجات دي بقى التحليل ما بيأديش فيها. ده التحليل ما بيأديش فيها. انا وجهة نظري يعني ان هو هيصعد، لكن ده يتحلل ازاي؟ ده يتحلل ازاي؟ فالحاجات دي انا ما، دي بقى انت بتعتمد بقى على التحليل بقى المالي بقى والبتاع. انا ما، انا تحليل فني. انا شايف ان هو وجهة نظري هيصعد. دي وجهة نظري ان هو يصعد، على الاقل يوصل له لحد 55 ولا حاجة، او 50 على الاقل. يعني دي وجهة نظري. طيب نشوف اللي بعده. ده ان اتش بي اس، ها عشان الناس انا ما قلتش، بس ده ان اتش بي اس. نشوف اللي بعده. نشوف غبور او جي بي سي او. اول حاجه نبص كده على الفيلم. انا ما بحبش الحاجات اللي طايره دي يا جماعه. انتوا عارفيني، اللي متابعيني عارفيني، ولكن هو هيصعد. يعني اللي شاري هيصعد ما تقلقش، بس انا ما بحبش الحاجات اللي طايره دي. انا وجهة نظري ان هو هيصعد. بص هو عامل لك هنا حاجه اسمها علم كده اهو. مجرد ما يكسر العلم ده، خلينا عشان يبقى الدنيا دقيقه، مجرد ما يكسر العلم ده هيصعد. هو ممكن يقلقك شويه، بس انا شايف وجهة نظري انه هيصعد يعني. بس انا ما بحبش الحاجات اللي طايره دي. وهتلاقي السعر ماشي في قناه سعريه. ولو كنا لاحظنا برضو في الوادي كان عامل قناه سعريه صاعده، كان عامل حاجه عامله كده برضو. السعر هو اللي بيقول. بص الاتجاه العام
على الفريم الكبير لما بتعمل زوم اوت وتبعد بيقول لك ايه انا صاعد. دي اسهل طريقه تقدر تعرف بيها السعر بيقول ايه. خلاص هو صاعد، بس يعني انا ما بحبش الحاجات دي، ممكن يقعد ينزل شويه وبتاع، يعني ما بحبش النوعيه دي من الاسهم. طيب نشوف اللي بعده. ايجي ترانس برضه طاير يا جماعه. انا ما الاسهم اللي طايره دي انا بشتري يا جماعه من تحت، اعتقد ان انا حللته قبل كده اصلا. وبالنسبه لي انا يعني ما انا شايفه ان هو نموذج في حاجه اسمها نموذج انعكاسي، يعني انا شايفه ان هو بدات القوه الشرائيه تضعف اصلا. الاتجاه العام صاعد بس ما انا مش مضمون، ممكن ينزل، ممكن ينزل لحد هنا على الاقل، ممكن ينزل لك جامد يعني. انا شايف ده، بص عامل لك حاجه اسمها وتد انعكاسي، عامل لك كده اهو، بص عامل لك المنظر ده اسمه وتد انعكاسي. السعر كان بيطلع بقوه وينزل ببطء، يطلع بقوه وينزل ببطء، يطلع بقوه، نزل بقوه، طلع بقوه اقل من النزول، ونزل بقوه قد الطلوع، بعد كده طلع بقوه تكافئ اللي فات، بعد كده نزل بقوه، بدا السعر وبعد ما كان عمال يصعد بدا يتساوى من الاخر، فالسعر بدا يتزنق في المنطقه دي. معنى كده ان الاحتمال الاغلب ان هو يبدا يهبط. بدات قوه هو بص هي كويس ان انا خدت بالي. بص الفوليوم، شايف هنا دي شراء عالي، اقل اقل اقل، عمال يقل عمال يقل. خلاص فانا ما احبش الحاجات اللي كده، انا بس شرحته عشان الناس اللي عايزه تفهم ازاي بنحلل، يعني لان كل حاله بتبقى ليها طريقه. نشوف اللي بعده. المنطقه العربي او AMIA، شوف فريم كبير برضو طاير، وانا ما بحبش الحاجات اللي طايره دي، انا ما بحبش الحاجات اللي من فوق، انا بشتري يا جماعه من تحت، ما بشتريش من فوق كده. خلينا نفتح بقى فريم كده صغير، احاول ان انا اشوف لك الوضع. لا انا ما انصحش بشراء، لو هتشتري ما تشتريش، لا ما تشتريش ده. بص هو عمل ايه بالنسبه لي، ده تحليل، ممكن كلامي يكون صح او غلط، ده تحليل. هو عمل هبوط، بعد كده عمل صعود، القمه دي اقل من اللي قبلها. طيب حصل لي هنا عندي صعود ونزول، صعود ونزول، نزول، صعود ونزول. طب ايه المشكله؟ القيعان اتساوت والقمم اهي. الشكل ده في التحليل اللي هو استنى اقولها لكم. الشكل ده في التحليل اللي هو عامل زي المثلث المعكوس ده، المنظر ده في التحليل مش حلو، في التحليل مش حلو، ده ما بنحبوش احنا كتحليل. القيعان متساويه، ده معناه ان قوى البيع والشراء قد بعض تحت اهي، لكن انا عندي الشراء بيطلع جامد ينزل بيع جامد، الشراء يطلع جامد ينزل بيع جامد. طب انا مش عارف، يعني مش قادر احدد الغلبه لمين. بالنسبه لنا بعد الصعود ده كله انا اتوقع شويه هبوط تصحيح على الاقل، وممكن كمان يوصل لهنا، انا ما انصحش بيه. وانت حر طبعا في اختيار. بص حتى شموع الفوليوم قويه ازاي، شايف شموع الفوليوم الحمراء، البيع، قوى البيع عماله تزيد، قوى البيع زياده. خلاص احنا ما بناخدش شمعتين ورا بعض كده، احنا بناخد بشموع مسافات، فكان عندي قوه شراء كتير قوي، بعد كده البيع بدا يظهر، بعد كده البيع بدا يبقى اقوى من اللي قبله، هينزل شويه يطلع اكتر وهكذا. انا ما انصحش بيه، مش عايز اقلقك او اخوفك، بس انا وجهه نظري لا، دي وجهه نظري وانت حر. عشان انت بعت اشتريت خسرت كسبت، ما تجيش تقول انت قلت وسويت. نشوف اللي بعده. اعمال مصر حللناه قبل كده، بس في ناس سألاني فيه برضه، انا لا ما بشتريش حاجه طايره فوق قوي كده، ما بشتريش حاجه كده. ده بدأ قوة الشراء عمالة تضعف، الله أعلم بقى هيلف ويعكس ولا إيه ظروفه، أنا ما بشتريش برضه حاجة كده. نشوف اللي بعده. IFAP، والله أنا بوجهة نظري هيصعد، بس هو برضه طاير، برضه ما بفضلش كده، لكن أنا وجهة نظري إنه هيصعد. أنا وجهة نظري إن هو هيحصل صعود. ليه؟ بص ده علم كده أهو، القمتين دول اتكسر وصحح من عليه، المفروض ينطلق، دي وجهة نظري. فانا شايفه صعود، ما اقدرش اقول غير كده بصراحه، وخصوصا ان القناه دي لسه انا السعر جواها. يعني بص هنا في قناه اهي، اهي
بس انا رسمت على دول بس هشدها لك كده عشان تشوفها. السعر لسه، خلينا ننزل تحت عشان تبان اكتر. السعر لسه، بص القيمتين دول وادي القاع اهو. السعر لسه ماشي في الماركت رينج بتاعه، يعني ما خرجش بره ونزل ولا بتاع ولا، فاهم؟ فانا شايف ان هو يصعد، بس يعني ما افضلش النوعيه دي من الاسهم. عبور لاند، والله يعني برضه انا ما، انتوا بتجيبوا الحاجات دي منين يعني؟ ماشي، تعالى نخش بقى في مصغر شويه نشوف فيه فرص ولا لا. اصلا لحد دلوقتي بالنسبه لي مش واضح لي اي فرص، لحد دلوقتي بالنسبه لي هو لسه هبوط. كل الكلام ده بالنسبه لي هو لسه هبوط. شايف الحته الصغننه دي؟ ممكن لو كسرها تعرف تخطف من فريم صغير، وانا ما بحبش اخش 5 دقايق والكلام ده، بس ممكن لو خرج بره الماركت رينج. يعني بص، هو السعر بيقول لك ايه؟ انا هابط. لو خرج بره الماركت رينج وكسر لي القمه دي، مش الشكل، ما هو على الشكل ساعات بيتكسر وينزل تاني يعني، مش بالشكل ده. بس لو كسر القمه دي ممكن تبدا تفكر ان هو هيصعد. كسر المنطقه السعريه دي اللي هي سعر 14 40 مثلا، كسر لك كده ممكن تاخد لك لحد 15 وحته كده بتاع مش عارف ايه. بس اتوقع انه هيصعد، يعني الاحتمال الاكبر انه يصعد، بس بعد ما يخلص الهبوط بتاعه. بعد ما يخلص الهبوط، لانه لحد دلوقتي انا لسه، بص السعر هو اللي بيقول. شايف القناه دي البرتقاني ولا الصفرا دي؟ بتقول لي انا هابط، فلسه الهبوط شغال. طب بي دي بص واضح بيقول لك انا صاعد. بس انا مشكلتي في الصعود ايه؟ تقول لي ما انا هشتري امتى؟ انا اشتري من تحت. يعني اول ما يحصل المنظر ده، بص تعالى ارسم لك على دول عشان ما تقوليش يعني طب ما انا ما بعرفش الا بعد ما بيخلص. لا، من هنا مجرد ما بعمل كده، بص على القاعده اهو. خليني اوضحهم لكم، معلش طولوا بالكم معايا شويه. قاعده والقاعده والقمه دي، القناه قالت لك انا صاعده. القناه قالت انا صاعده. خروج السعر بره القناه ده يفيد اصلا ان القوه الشرائيه عاليه جدا كمان. فطول ما انا هنا اشتري من هنا. طب طلع السعر ونزل ارتد من على القناه، اشتري من على القناه. بص السعر قال لك انا طالع، طب هنا السعر قال لك ايه؟ انا نازل. هو اللي بيقول مش انا اللي بقول. هتيجي تشتري من هنا هيقع عليك، هتيجي تشتري من هنا ممكن يقع عليك. لكن اشتري امتى؟ لما يكسر القمه دي، لما يكسر السعر، يكسر القمه دي، يعني السعر يعمل كده. وممكن يعمل تصحيح، عشان كده بقول لك بحب التصحيح. طيب ليه انا بحب التصحيح؟ لاني لو جيت انا افترضت ان هو طلع كسر ورجع صحح، مش شرط، مش بالضروره على فكره صحح من على ده، بس دي بتبقى حاله مثاليه ما بتحصل، بتبقى حلوه قوي. لو رسمت انا كده دلوقتي، يعني انا افترضت ان السعر جه صحح من هنا، بص قال لك انا ايه؟ انا صاعد. مجرد ما كسر القمه دي ورجع صحح، بنالك ماركت ستراكشر، او بنالك هيكليه للسوق، تقدر تقول بناء عليها انا صاعد. عشان كده بقول لك لما يكسر القمه دي، ولذلك انا اخترت القمه دي. شاكر ليكوا، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير على الجروبس او على الجروبات، عشان الفايدة تعم للناس وعشان القناة بإذن الله تنتشر. ولو في أي أسهم عايز تسألني فيها اكتبها لي في كومنت أو في تعليق تحت الفيديو ده، وهحللها لك في فيديو جاي إن شاء الله. شكرا.